السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حرة مباشرة لعبد الله رمضان. عبد الله نقلها عرضية عالية. عبد الله المحاولة، يا عيني يا ريما، يا سلام. ريما يسجل اول الاهداف لمصلحة الابيض بعد مرور 13 دقيقة. عبد الله رمضان نقلها وليما تابعها بالشباك. بالسلامة ان شاء الله يا ريما، بالسلامة ان شاء الله يا ريما. ريما سجل هذه الكرة وسقط على ارضية الملعب متأثرا باصابته. بالسلامة ان شاء الله يا ريما. هذه الكرة العرضية الرائعة وليما بتسديده وضعها بالشباك. هدف اول ياتي بعد مرور فقط 13 دقيقة. الابيض يزور الشباك، الابيض يزور شباك المنتخب الكازاخستاني باول الاهداف بعرضيه رائعه وبمتابعه جميله من فابيو ليما لترك وحيدا في اللقطه هذه. وليما وضعها بالشباك، احتفل لكنه سقط على ارضيه الملعب. بالسلامه ان شاء الله يا ريما، ان شاء الله يعود معافى يكمل هذه المباراه ويكمل هذا اللقاء. الوصل في امس الحاجه لليما، المنتخب في امس الحاجه لليما. جيد انك تنتصر على منتخب افضل منك في التصنيف، هذا امر ممتاز. الكره العرضيه وهدف التعادل. هدف التعادل ياتي للمنتخب القرغستاني. هدف التعادل بعد عرضيه حاضره وفرحه الجاليه القرغستانيه المتواجده في هذه المباراه وفي هذا اللقاء بهدف التعادل. عرضية وهفوة كانت حاضرة. اللاعب إنبيتوف أبات يسجل هدف التعادل. هذه الكرة والعرضية والكرات العرضية مشكلة أزلية مستمرة. تيمور نقلها عرضية واللاعب أبات سجل هدف التقدم او هدف التعادل للمنتخب القرغستاني. هدف التعادل للمنتخب القرغستاني مرة اخرى. لعيب يا مايد بمهارة كبيرة على طريقة زيزو، راوغ في اللقطة الأخيرة. عادت مرة أخرى إلى علي صالح. علي التمريرة إلى عبد الله رمضان. عبد الله جرب نقلها عرضية رائعة. يا سلام على هدف رائع، هدف جميل، لوحة رسمها لاعبو الابيض. رائع الهدف من بدايته اللي سجل الهدف ليما، لكن باقدام مايد هو اللي راوغ بطريقه رائعه ولاعبي الابيض سجلوا هدف التقدم. هدف اللي يا هذه اللقطه، هذه الكره من بدايتها مايد حسن راوغ بطريقه رائعه، نقلها في الامام الى علي صالح. علي لعبد الله رمضان بلمسه الى ليما وليما وضعها في الشباك. ليما سجل الثاني. هدف جميل يسجل لمنتخبنا الوطني، لوحه رسمها لاعبو الابيض وبصم عليها اللاعب فابيو دريما ليؤكد على جمالها في شوط المباراه الثاني. هدف رائع، هذا الاداء اللي ننتظره، هذا الشكل اللي نريده من لاعبي الابيض وننتظر منهم الافضل. نثق في امكانياتهم، عندنا المواهب، عندنا الاسماء، وعندنا كل الامكانيات اللي تجعلنا نتفائل بشكل كبير.